بشرى سارة لجميع متابعين الصفحة الكرام، خبرين حلوين. الخبر التاني أحلى من الأولاني، اسمع للآخر. الخبر الأولاني خاص بالشغل. كان في ناس بتتواصل معايا من جميع أنحاء الجمهورية، سواء القاهرة، اسكندرية، الجيزة، أسوان، وكانوا بيطلبوا مني إن أنا أمسك لهم قضاياهم أو أمسك لهم شغلهم. في الحقيقة كنت برفض جميع أنواع القضايا اللي بتجيلي خارج المحافظة، لأن أنا مقيم في محافظة الغردقة، فما كنتش حابب السفر لظروف خاصة بيا. لكن من النهاردة بإذن الله، وده الخبر الحلو الأول، هيتم قبول جميع أنواع قضايا الجنايات أو الجنح الكبيرة في جميع أنحاء الجمهورية أيا كانت إيه هي المحافظة. هتتواصل معايا على رقم الواتس اللي فوق ده برسالة، مش باتصال، برسالة. هتسيب لي نوع القضية اللي عندك وأنا هتصل بيك. يا ريت اللي عنده يا جماعة قضايا بس وعايز اشتغل فيها، هو بس اللي يبعت لي رسالة على الرقم ده، لأن الرقم ده خاص بالشغل فقط، وانا هتصل بيك من الرقم الشخصي. الخبر التاني بقى باذن الله هو خبر صار بالنسبه لمحافظتين تقريبا فقط، هي الجيزه والقاهره، لان انا هفتح مكتب هناك خلال شهرين باذن الله، بس لسه ما استقرتش على المكان، وهستنى اقتراحاتكم افتح فين. ومن خلال المكتبين دول هقدر استقبل جميع انواع القضايا، سواء جنائي، مدني، اسره، مجلس دوله، وهيتم التعاون مع اساتذه كبار ومحترمين اسمائهم معروفه في من نطاق محافظه برضو القاهره باذن الله. عايزكم ان شاء الله باذن الله تسمعوا وتتابعوا صفحتي، لان انا هنزل مقتطفات من مرافعاتي امام محكمه الجنايات، لان احنا شغلنا اللي بيتكلم عننا، مش احنا اللي بنتكلم على شغلنا من غير ما انتوا تعرفوا. هنعرض عليكم. يمكن انا بدات النهارده، نزلت جزء كده بسيط من مرافعتي امام محكمه الجنايات. عايزكم بقى تدعوا لي بالتوفيق، زي ما انا بدعي لكم ربنا يوفقكم كده باذن الله، فربنا يوفقنا انا كمان في خطوتي اللي جايه. ويلا هستنى بقى رسائلكم على رقم الواتس.